المنطقة، جيراني وحبايبي وناسي. أنا عايز أفرح كل حبايبي. أنا مراتي حامل، وربنا يدي كل مشتاق. عايزكم تعدوا الأيام والليالي لحد ما يوصل ابن رجب الجريت. الله يبارك فيكم يا رجالة، عقبال عندكم. أبعت أنا معاك. 10 عجول تتذبح وتتوزع، والرجالة تفرق الشربات. عقبال عندكم يا رجالة، عقبال عندكم، عقبال عندكم، الله يكرمكم، عقبال عندكم. هو سؤال واحد بس، اللي في بطنك ده ابني؟ اللي في بطنك ابني؟ ابنك؟ ليه؟ هو كان في حاجة بيني وبينك؟ اللي انت بتقوله ده يا مختار، وازاي تطلع هنا تقولي الكلمتين دول؟ ما تخلصي يا شروق، اللي في بطنك ابني ولا لا؟ اللي في بطني ابن رجب الجريتلي. ما بلاش شغل العوالم ده بقى. ومالهم العوالم يا ابن لبست العوالم؟ وهم العوالم كانوا يعرفوا يهزوا من غير ما حكى ابوك يطبل؟ امي حكت لي على ابوك، قالت لي انه كان اصلع والضب، وكان بيحب يطبل على بقه. كان عنده فقره اسمها الطبله وبق حوكه. والاهم من ده كله، امك قالت لك اتطلقت من ابوك ليه؟ اصل امي قالت لي انه كان بيزن عليها عشان يسرحها، بس امك محترمه ما رضيتش. تسرق انما تمشي في البطال لا. ما تخلينيش ارزعك بالقلم على وشك. يلا وماله، ده انا جوزي هيتبسط قوي لو عارف هتبقى زيطه، هيشخلعك، هيقولك بقى ده رد الجميل اللي سطر على امك بعد حكا. انت عايزه ايه من كل ده يعني؟ بتعملي كل ده ليه؟ صح، لا عندك حق، انا بنت ظالمه، مفيش حاجه مستاهله اللي انا بعمله ده كله. انت كنت عملت ايه يعني؟ يا دوب قعدت تسبلي لحد ما اتجوزتني في السر، وجبت لي اكبر مأذون في البلد، عبعاطي ولا الفستان، مش قادره انساه. قلت ده ايه الولد ده مرهف الحس، ولا شرفي اللي المليون جنيه اغلى منه بكتير. ده انت كنت اول راجل تلمسني يا ابن الطبال. ده انا شفت في عينيك نظره استغراب لما لقيتني بنت بنوت شفتهاش في حياتي. ودلوقتي عامل زي اللي جاي اخر الخناقه بيسال انت بتعملي كده ليه؟ ده لسه اللي جاي متشوح في زبده. ايش اللي حصل ده كله كان غصب عني. قال لك غصب عني؟ ليه كفل الشر؟ كنت شارب بانجو ولا مترمل ولا ضارب اباتريل؟ ورغم ده كله انا كمان غصب عني في حاجه مخبيها عليك. حاجه ايه؟ عايز تعرف اللي في بطني ده ابنك ولا لا؟ تعالى يا مختار. في مثل بيقول لك ما يقع الا الشاطر. يا بنت الكلب! افتحي ايش اللي انت عايزاه، والله العظيم اللي انت عايزاه. ايش افتحي ايش والنبي ايش الحقوني! الحقوني يا ناس! الحقوني يا خال! مختار بيغتصبني يا لهوي!
ابنك بيتهجم عليا يا حاج، الحقني والنبي. محدش يجي ورايا، اللي هيجي ورايا هزعله. يا حاج استنى يا حاج. طيب يا لهوي يا مسكتي، اهدى بس يا حاج. استنى يا يا حاج. حاج بس خلينا نستنى غير الأجود الأول، ما يمكن بتستنى عليه. استنى الله عليك. فين؟ مختار دخل وحاول يتهجم عليا، حبسته وقفلت عليه بالمفتاح. يا حاج استنى يا حاج، استنى يا حاج. اسمع منه الأول. اقسم بالله العظيم كدابه، والله العظيم كدابه. والله العظيم كدابه يا حاج، والله ما عملت حاجه. يا حاج والله كدابه. تيجي كدابه. تعالى. اقسم بالله العظيم يا حاج، والله ما عملت لها حاجه يا حاج، اقسم بالله ما عملت لها حاجه يا حاج، والله. والله العظيم يا حاج ما عملت حاجه، اقسم بالله العظيم يا حاج ما عملت حاجه، والله العظيم، والله العظيم كدابه يا حاج. تيجي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، بيقول لي اللي تبقي مع الشايب والولد موجود. اخس عليك والله كدابه. اوه يابا يابا والله العظيم كدابه، والله العظيم يابا. مكان. تعالى هنا يا ابن الطفار. اوعى. تعالى هنا. والله العظيم ما عملت حاجه يا حاج، قسما بالله بتكشف يا حاج، والله ما عملت حاجه. قسما بالله يا مختار لو شفت وش امك تاني لحقتلك وهعلق جدتك في نص الشارع. الطير هياكل. ومن النهارده مختار بره بيتي جريتلي مش ابني، واللي هيتعامل معاه عدوي وهبقى ضده وفي وشه. واي حد هيفكر يتوسط بينا هياخد فوق دماغ امه بالجزمه. والكلام للكل. وانا والكلب ده اسمنا ما يجيش في جمله واحده، لا تجاره ولا قرابه. اللهم بلغت، اللهم بلغت. يا رجل عمي هيموت في ايدك يا حبيبي. انت كويس؟ غوري من وش امي دلوقتي يلعن ابوك. ليه كده يا رجل؟ شادية لو ما دخلتيش بيتك هتبقى طالب التلاتة على البيت. خلاص يلا خلاص يلا. يلا كله هيشوف حاله. يلا يا عم انت وهو، يلا يا عم تكفى على الله. يلا يا سيدي اتكل على الله يا حبيبي، يلا كل واحد يشوف حاله يا حبيبي. يلا تكفى على الله. يلا يا سيدي يلا.